زول سايق عربية بيشرب في مويه الصحة، المويه انتهت يرميها بالشباك. ده سلوك ما بتاع مسلمين، اكلمك بجد. ده في الدين، ما غلط في الدين. ما تقول لي دخل الدين هنا شنو، في زول يقول لك يا مولانا حسن دخل الدين هنا شنو. ده الدين ذاته، لانه قال اماطة الاذى عن الطريق صدقه. اجي تجدع الواحد تلقاه بياكل في سندوتش الورقه بعد ما تنتهي يكرفسها يرميها. عشان كده البلد ما نظيفه، لانه اي زول بيجدع. في واحد مسلم مشى الصين قال لي يا شيخنا انا مشيت الصين وبعدين هو مسلم كويس. قال لي كنا اثنين انا وصاحبي، قال لي لما انتهينا من المويه بتاعت الصحه قال لي جدعناها. هما قايله وين؟ قايله السودان. جدعه. قال لي جا الصيني من هناك ولا نظم معانا ولا قال لنا ليه ولا قال لنا انتم ما عندكم فهم. قال لي شاله مش اخذتها في البرميل المخصص لذلك. قال لي والله خجلت من روحي خجلت. قال لي قلت لزولنا والله نحن ازود الليله نجمنا نجام، ما نظم معانا لكن نجمنا نجام شديد. ده ما الدين. انت قايل شنو؟ الدين تحترم الصف، ناس واقفين في الصف ما تجي تخبط الصف وتمشي تجيب قدام الناس وبعدين يعمل كده. انت عارف قايل نفسه شنو؟ متفرهم يعني. يقول له شنو؟ يقول لهم والله دقست وليكم دقيسه بالله العظيم مرتبه هناك ودخلت والناس واقفين في الصف وتلقاهم واقفين لحد يوم الليله. يحكي لهم في الغداء والناس بالله يقول له ما بزول بيقول له يا زول انت ده السلوك ما بتاع مسلمين يا اخي احترم الصف. زول جا قدامك ده حقه. اي زول يجي في الصف الكفار بيحترموا الصف. جا زول قدامك ده حقه، انت تجي وراه الا هو ياذن لك. ده ما حق يا اخي تشيل حق الزول حرام عليك. ما شرعا لا يجوز. لازم نعلم الناس انه ده خلاف الشرع وده من الدين. الدين يدعو لكل سلوك قويم ولكل ذوق رفيع ولكل أدب عالي. والدين كان خالف الحاجات دي، الزور كان ما عمل بالحاجات دي معناه ما عرف الدين الإسلامي. ده دين الإسلام.